عزيمتنا على بالسحاب، جاهزين نرد على أي حد. كل سنة وانتم طيبين. هذا اليوم يوم مهم جدا في أمن وأمان مصر. 25 يناير طبعا العيد الرسمي كان بالأمس والأجازة الرسمية اليوم، فهنحتفل النهاردة كلنا بهذا العيد المهم. من 71 سنة 52 سنة 52 كان في بطولة ووقفة فيها شجاعة واستبسال، وراح ضحيتها شهداء من الشرطة المصرية في محافظة الإسماعيلية دفاعا عن مبنى المحافظة ورفض تسليم السلاح. والشرطة المصرية يمكن وقتها راح ضحية هذا الهجوم 50 قتيل وأكثر من 80 شهيد، وهذا اليوم تم تخليده في التاريخ كذكرى لقوة وشجاعة الشرطة المصرية أو الضابط المصري. الشرطة المصرية في جميع المجالات أو الأفرع بتعمل على خدمة المواطن، وفعلا جنبا إلى جنب مع المواطن المصري. الفترة الأخيرة في ملاحظة من المواطن المصري إن في تجاوب وتعاون وتطوير هائل لجهاز الداخلية المصرية والشرطة المصرية، سواء كان على مستوى الخدمات، يعني ما نروح نطلع رخصة مرور، أما نطلع سجل مدني في الجوازات، في حتى على مستوى النجدة، وهناك أشياء كثيرة جدا تطورت. دخل فيها المجال الرقمي بشكل كبير، ودايما بيبقى فيه استطلاع رأي وأيضا تطبيقات على جهازك المحمول علشان ممكن تخلص حاجات انت ممكن تطلعها اونلاين، ما تضطرش تنزل لهذا المشوار. طبعا كل ده بقاله فتره بيتجهز، كل ده بقاله فتره بيتطور، وهنعرف حاجات كتير على مدار الحلقه اكتر من تطوير جهاز الشرطه، وازاي الشرطه الان داخله معانا الجمهوريه الجديده بشكل لائق وشكل متطور في كل نواحي التنميه المصريه. ولما بنتكلم على الشرطة بنتكلم عليها في كل البرامج، أكيد كل البرامج بتتكلم على الشرطة المصرية الرجال، ولكن سيدتي هيتكلم على الشرطة المصرية النسائية. وهنا لازم بقى ايه، اسمحوا لي بقى يعني شويه عنصريه كده بسيطه، بس من حقنا نفخر بيهم، لان الشرطه النسائيه المصريه مش اي حاجه، ضباط متخصصين في مجالات مهمه جدا زي الحقوق والآداب والطب البشري والعلوم الطبية، علاج طبيعي، أسنان، صيدلة، تمريض وتربية رياضية وفنون تطبيقية وإعلام وألسن. وده بعد موافقة طبعا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول هذه الدفعات الجديدة في الكلية كلية الشرطة البنات. طبعا بنشوفهم في حفل التخرج، وبنشوف قد إيه واقفين بمنتهى القوة زيهم زي الولاد. وهنا يلغى النوع ويبقى فقط البطولة والتدريب على أحدث أساليب القتال، على أحدث الأجهزة القتالية والأسلحة القتالية. احنا معانا النهاردة، واسمحوا لي ده يكون يعني نوع من أنواع الامتنان والتقدير للعنصر النسائي في الشرطة المصرية من سيدتي. وأنا أعتقد أن ده يعني أنا كمان ليا على المستوى الشخصي شيء في منتهى السعادة، وعلى مستوى كل السيدات اللي في الهيئة الوطنية وفي سيدتي بالتحديد فرحانين قوي. فخر الشرطة المصرية من النساء سيادة اللواء طبيب دكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش. معانا مداخلة تليفونية. سيادة اللواء. ايوه اهلا يا فندم. انت طبعا حاسه بيا، شايفاني مبسوطه. ايه ده؟ تحيا مصر، تحيا مصر. بصوا بقى يا ربي، ايه الجمال ده؟ تحيا مصر وتعيش مصر بالبدله. لا بصوا يا جماعه بقى، يعني ستات مصر بقى. سياده اللواء، سياده اللواء، زي حضرتك سياده اللواء، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اولا مساء الخير عليكم. انا بحب شكلكم، كلنا نشوف شكلكم باللبس كده، وفي كل الاماكن في مصر نبقى بنضرب تعظيم سلام بصراحه. حبيبتي ربنا يخليكي. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل الشرطه المصريه طيبه بخير. وحضرتك طيبه، وكل ضابط شرطه طيب وبخير وسعاده. وزاره الداخليه وتمنياتي بالصحه والخير لاسر الشهداء، لان انا باكن لهم الاحترام والتقدير، لان انا في يوم من الايام كنت بنت شهيد، واعلم ما تعانيه الاسره. أسرة الشهيد بعد فقدان العائل المؤتمن لها. أيوة، أب بطل. علشان كده اسمك أسد الشرطة المصرية.
شفتي العصفوره؟ ربنا يخليك. يعني ده لقب حضرتك بتفخري بيه جدا، واحنا كمان مبسوطين بيه جدا. ايه بقى اللقب جه منين؟ يعني منين بقى اسمك حسن؟ هو انا لما اتخرجت كنت الاولى على تخصصي، واول ما اشتغلت مع حقيقي رحمه الله وزير الداخليه اللواء زكي بدر. أيوة. وكان من الوزراء الاقوياء اللي انا اشتغلت معاه الحقيقه. أيوة. وكان بيدعمني جامد جدا. فالحمد لله اخذت الماجستير في اول ما اتخرجت على طول بامتياز، ثم حصلت على الدكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف من الدرجه الاولى، وكنت اول ضابطه شرطه نسائيه تحصل على درجه الدكتوراه في الشرطه النسائيه المصريه. ما شاء الله. وبعدها كنت اول ضابطه شرطه تقوم بالتدريس داخل اكاديميه الشرطه والمعاهد العسكريه، وانا في اول سنه رتبه نقيب. ما شاء الله ما شاء الله. فكان ده بالنسبه لهم يعني ايه نقيب تدخل تدرس اللواءات او تدرس الرتب الكبيره او مختلف الرتب. فده كان اسد. ما هي قوه الشخصيه والاراده والعلم والعمل ما شاء الله بصراحه. والحمد لله بعدها اشتغلت في المباحث. فكل مده شغلي 32 سنه في المباحث. فاشتغلت عملت قضايا لاتجار بالاطفال، اشتغلت في مجال كنت مسؤول ملف الطفوله في وزاره الداخليه لمده 17 عام. كنت ممثلا للسيد وزير الداخليه بخط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفوله والامومه، وايضا ممثل للسيد وزير الداخليه بوزاره التضامن الاجتماعي. ايضا كنت عضو اللجنه العليا للاسر البديله بوزاره التضامن الاجتماعي، ثم عينت خبيرا باللجنه العليا للاسر البديله بوزاره التضامن الاجتماعي، ثم كنت المنسق العام لبرنامج حمايه اطفال بلا مأوى اللي بيتم برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة. بالشراكه ما بين صندوق تحيا مصر ووزاره التضامن الاجتماعي، المنسق العام على مستوى الجمهوريه. الحقيقه فملف الطفوله، ملف الشغل، ملف العمل التنفيذي على ارض الواقع، فيعني الحمد لله كله يعني هناك بصمات جميله الحمد لله. وطبعا يعني حضرتك يعني بتشرفي بشكل مباشر على طبعا وزاره التضامن الرقابه والتفتيش، واكيد كل هذه البرامج الخاصه بالتكافل والكرامه والحمايه الاجتماعيه بيشرف وبتتعاون فيها وزاره الداخليه مع وزاره التضامن، واكيد ليكوا دور مهم في ده. ده اكيد. الحمد لله بعد ما اوفيت العطاء بوزاره الداخليه عينت مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي للرعايه الاجتماعيه، ثم مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي للرقابه والتفتيش على جميع قطاعات وزاره التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهوريه. ولكن هناك قطاع الرعايه اخصه بشكل شديد جدا من الرقابه والتفتيش لانه يتعامل مع الارواح. والحقيقه اللي غيرت لي هذا التايتل كانت معالي وزير التضامن الدكتوره نبيل الكباش، قالت لي لا مستشار وزير الرعايه الاجتماعيه لا، ولكن مستشارا للرقابه والتفتيش لما تتمتعين به من قوه شخصيه وجرأه. فانا احب تتحط في هذا المجال. الحقيقه كانت اكبر القضايا اللي عملناها على مستوى قطاع الرعايه الحمد لله كنت انا اللي مكتشفاها داخل هذا القطاع، وعملنا شغل حلو بقى يعني مع يعني عارفه لما تدخلي بقى خبره العمل الشرطي مع خبره العمل الاجتماعي. صح. وخصوصا ان انا سايكولوجي والدكتوراه بتاعتي في علم النفس والسايكولوجي، فده كان ليه تاثير كويس يعني. جدا. تخصصك سواء كان من الناحيه الامنيه او النفسيه والدراسه الاكاديميه. بالظبط كده. فده بيديكي فرصه، وخصوصا ان انت عندك مؤسسات حمايه ورعايه اجتماعيه عدد كبير جدا. عندنا 521 مؤسسه ايتام على مستوى الجمهوريه. عندنا 52 مؤسسه دفاع اجتماعي اللي هم بيبقى في نزاع مع القانون او بينفذ عليهم تدابير احترازيه اللي نص عليها قانون الطفل القانون 126 سنه 2008. عندك 22 مؤسسه كبار بلا مأوى، عندك 172 مؤسسه مسنين على مستوى الجمهوريه، عندك مغتربين ومغتربات، عندك مراكز استضافه للمراه. فتخيلي حجم البني ادمين اللي انت بتتعاملي معاه. فلازم تكوني عندك قدره على القوه والتحكم والسيطره واكتشاف الاساءه قبل ما تبقى، يعني لازم نقوي الجانب الوقائي عشان تمنع الجرائم قبل وقوعها. لما الشخص بيحس ان في حد قوي وفي حد بيتابعه اكيد بيبقى منضبط اكتر. يعني حضرتك حقيقي يعني زي ما بيقولوا يعني خير ممثل للشرطه النسائيه، واحنا اتشرفنا ان النهارده في عيد الشرطه حضرتك تكوني ممثله للشرطه النسائيه من خلال هذه المداخله، ونقول لك شكرا على مجهودك وعلى عملك وعلى هذه الصوره الرائعه للمراه المصريه داخل هذا الجهاز المحترم جهاز الشرطه المصريه. بشكرك فعلا سياده اللواء. الف شكر. اشكر حضرتك. انا في منتهى الفخر والسعاده ان
انا تحدثت معاكي النهارده. حبيبتي شكرا اشكرك. شكرا حبيبتي. نماذج كثيرة محترمة من الشرطة النسائية، ونماذج أيضا كثيرة محترمة في الشرطة المصرية بتفكر وبتعمل على الانغماس والتعامل بإنسانية مع المواطن المصري، وما بالك كمان لو كان هذا المواطن من فئات القادرون باختلاف. طبعا يعني بيبقى في برامج خاصة جدا، وبيبقى في حماية خاصة جدا لهذه الفئة، وخصوصا ان الدولة على يعني برئاسة طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بيهم بشكل خاص، ومصر أصبحت الآن لها علامة بارزة على مستوى العالم في حماية إنسانية وقدرات القادرون باختلاف. وبنشوف ازاي احنا بنمثل بنمثل شكل كبير جدا من التحضر في الدمج وفي التعبير عن نفسهم، وازاي شفنا ممكن يطلع منهم مذيع، وممكن يحقق احلامهم انهم يركبوا طياره. يعني احنا معاهم قلبا وقالبا في كل خطوه. معاهم هنا الدوله المصريه، يعني تعود على الدوله المصريه من رئيس الجمهورية إلى الجميع، إعلام، شرطة، جيش، كل الفئات التي بتعمل على خدمة الفئة دي، الفئة المتميزة جدا. زي ما شفنا كمان يمكن الرحلة اللي خدوها في نادي الفروسية، وشفنا يوم جميل جدا قضوه مع أفراد الشرطة المصرية، ركبوا خيل وشافوا الجو هناك، ولعبوا رياضة، وتعرضوا لشمس جميلة، وكل واحد فيهم عبر عن كلمة كده فيها انتماء وحب. وعلى فكرة هم أكتر ناس يقدروا يعبروا بشكل كبير جدا على الحب والانتماء، لأنهم ما بيعرفوش يكذبوا. يعني هم الوحيدين اللي على الأرض ما بيكذبوش، لأنهم ملايكة بمعنى الكلمة. احنا يمكن معانا دلوقتي صور من الحفلة اليوم الجميل اللي قضوه في نادي الفروسية مع الشرطة المصرية، وكان فيها يمكن لحظات جميلة جدا من السعادة والبهجة، وشارك فيها العديد من الفنانين، وشارك فيها شخصيات من مجلس الشيوخ والنواب وشخصيات مجتمع، وقضوا يوم جميل جدا مع بعض. أنا عايزة أقول لكم إن اللي بيروح يقضي معاهم يوم مش هو اللي بيعمل الحاجة ليهم كويسة، هو بياخد حاجة كويسة. يعني بشهادة الجميع ان فعلا اللي بيقضي يوم معاهم هو اللي بيبقى مبسوط، هو مش هو اللي بيديهم السعادة، هم اللي بيدونا السعادة. نشوف جزء من الحفلة والتواجد الجميل في نادي الفروسية مع قادرون باختلاف والشرطة المصرية. أوي 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 أوي. شفت الحصان وصورت وكانت يلا حاجات كتير. احنا لينا وجود، احنا لينا مكان. كابتن حسن فهاني قوي. انا مبسوطه ان انا جيت هنا بصراحه. انا بحب اركب الخيل وبحب اتفرج على الخيل، وكمان بحب اشكر سياده الرئيس. أجواء من البهجة والفرحة عمت وادي الفروسية وسط حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على التقاط الصور مع القادرون باختلاف والتفاعل معهم. أجمل يوم في حياتي إن أنا في وسط حبايبي وأصحابي ولادي كلهم فنانين، وأنا سبت نفسي معاهم في وسطهم، وما كنتش عايزة خالص أسيب المسرح من كتر ما كنت مبسوطة وسعيدة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما يجمعنا على الخير ونبقى في وسط الملايكة دول. أجمل فعلا شعور، يعني فعلا هم اللي بيدونا السعادة، يعني ملايكة فعلا زي ما بيقول. طبعا شكرا لكل واحد بيحاول انه يجتهد ويعني يضع بسمة وبهجة وسعادة وإحساس بالذات لأي فرد وأي طفل من أطفالنا القادرون باختلاف.
ننتقل للخبر الثالث وايضا من انشطه واحتفالات عيد الشرطه المصريه، وانا عاجبني جدا التوجه بجد. يعني لو دخلنا الصفحه الرسميه للشرطه المصريه هتلاقوا احداث كثيره وايفنتس كثيره فيها تواجد الشرطه مع المواطنين، ولما يكونوا كمان المواطنين تاني اطفال بس كمان مدارس ودور ايتام، ايضا ده بعد اخر انساني بتتعمد الشرطه المصريه تخش لهذا العمق، علشان احنا المدارس وولادنا مهمين من ناحيه الانتماء، من ناحيه انهم يفهموا ليه عيد الشرطه المصريه، يعرفوا بطوله رجال الشرطه ورجال الجيش، ويفهموا ازاي الوطن ده غالي. في ناس تعبت قوي وفقدت اعز ما لديها من اب واخ يعني وكل عيلتهم علشان هذه الارض تستمر في امان. طبعا ده كان يعني احتفال خاص، دي صور من الاحتفال الخاص بزيارات وتوزيع هدايا على الاطفال في المدارس، وطبعا كان في ترحيب كبير جدا من المسؤولين بالمدارس، وكل الحضور كانوا مبسوطين، وكان في تقدير شديد من الموجودين لدور طبعا رجال الشرطه المصريه. وتستمر التواجد وتستمر الاحتفالات. ويمكن اخر خبر معانا، وحاولنا برضو ان احنا لازم نكون معاكم في ده، لان انا شخصيا شفته امبارح. يعني انا ساكنه في الشيخ زايد، واعتقد ان كذا حد اللي موجود في اماكن فيها ميادين كبيره شاف ده بعينه. الاحتفال والعربيات والاتوبيسات المكشوفه وعناصر من الشرطه النسائيه ومطافي وكل يعني نموذج من أو ممثل عن كل فرع من أفرع وزارة الداخلية موجود وبيوزع هدايا وورد للناس. وشوفنا ازاي كل المواطنين اتصوروا وخدوا صور ونزلوا صورهم على صفحاتهم الشخصية. واعتقد ان ده برضو بيدي تقدير وعرفان بالجميل لمجهود ناس بتسهر. انت بتبقى في البيت قاعد بردان ومتغطي وبتاكل وبتشرب، وفي حد تاني واقف بره عشان انت تقعد جوه مطمن وامن. الناس دي تستحق ان احنا في يوم الشرطه نقول لهم شكرا، واحنا فاهمين ومقدرين. العسكري اللي بيقف في المرور انت بتبقى قاعد متذمر وبتكلكس عشان مش قادر تقف في اشاره دقيقتين، هو واقف طول اليوم في الاشاره اللي انت مش مستحملها دقيقتين. يعني لو بصيتوا للموضوع من الزاويه الثانيه هتكتشفوا انهم بيعملوا حاجات محدش فيكم يقدر يستحملها خالص. شكرا الشرطه المصريه ورجال الشرطه المصريه. اسمحوا لنا ان احنا كانت الفقره النهارده كلها فقره السوشيال ميديا تكون اهداء للشرطه المصريه واحتفالا بالشرطه وعيد الشرطه 71. كده خلصت اخبارنا وننتقل لصالوننا. وصالوننا النهارده صالون مختلف، صالون هيكون ليه شكل اخر، واعتقد ان مهم قوي مع بقى طبعا السوشيال ميديا الجميله اللي بنحط كده ساعات اخبار واشاعات، والمرور مضايقنا، الرادارات ورانا. يعني شايفه ان المرور يعني عامل ازمه شويه، ما حدش عارف ان في حاجات كتيره جدا في المرور ممكن تكون لخدمتنا، ومنها طبعا سيارات الانقاذ وسيارات الترخيص اللي ممكن تبقى تحت بيتك برقم ساخن. تفاصيل كتيره جدا مع احتفال خاص جدا بعيد الشرطة مع سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري في الصالون بعد الفاصل.